سمك البحر طبعا لا يعلى عليه، بيبقى حاجة كده قمر قمر، طعم وريحة وشكل مفيش بعد كده. معايا النهاردة نوع من أنواع سمك المرجان، بس الحقيقة هو أنا مش فاكرة اسمه ايه، والبتنجان المخلل السكر ده، وحاجة كده آخر شياكة ودلع. بصوا كأني مقدمة بوكيه ورد بالظبط. ايه رأيكم؟ يلا بينا هنشوف الفيديو بتاعنا، هنعرف التفاصيل بتاعة السمك ده عملناه ازاي. طبعا هو مش محتاج فن، بس الفكرة في التتبيلة اللي انا قالتها دي، هو الاختلاف كله فيها، وهيديكي طعم وشكل تحفة واكتر من تحفة كمان. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا زي ما تعودنا هنصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمي بسم الله ونبدأ. يلا توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات ميسوس فاميلي أو عائلة ميسو. يعني ممكن تكتبي في السيرش ميسوس فاميلي أو عائلة ميسو، في كلتا الاسمين هيظهر لك القناة. بصوا نوع السمك ده هو نوع من أنواع المرجان، بس رفيع شوية عنه. معايا بتنجان طازة وحلو كده وتوم وفلفل حامي. أول حاجة عملتها إن أنا هرست التوم مع الفلفل الأخضر، وحطيت شوية كمون كده، وهحط عليهم شوية بابريكا حلوين. طبعا البابريكا بتديني لون بس مش حامية، وحبة كده ملح حلوين برضو كمية معقولة، وهنزود عليهم حبة فلفل اسود. لو انتي حابة تضيفي شطة هنضيفي شطة، مفيش مشكلة خالص. انا هستكفى في تتبيلة السمك بالبابريكا بس، والبتنجان المخلل هو اللي هحط له شوية شطة، عشان برضو اللي ما بيحبش الحامي يعرف ياكل. عصرت ليمونة كده على الخلطة بتاعتي بالطريقة دي. الليمون اليومين دول حلو جدا يا جماعة، هيعجبكم قوي. انا عايزة اقول لكم انا السمك ده في حد صياد، بيبقى هنا الصيادين عندنا في اسكندرية ما شاء الله حلوين وكتير كده. فلما بيصطاد كمية مثلا بيبقى معانا تليفونه بيتصل، ومعايا قد كده النهاردة، فبناخد منه السمك شروة على بعضها. بيبقى غير اما تجيبيه من محلات السمك. انا حطيت طبعا على التتبيلة شوية خل زي ما انتم شايفين وقلبتها، وهنبدأ نتبل السمك واحدة واحدة معاكم. بصوا هي كده خلاص التتبيلة بتاعتي كده جاهزة. هاخد بس منها معلقتين كده على جنب، علشان انا لسه هتبل البتنجان. تمام. السمك بقى بتبله كده بايديا عادي، بس طبعا لو ايديكي متعورة او حاجة خلي بالك، علشان بيبقى الموضوع صعب قوي. بتبله واحدة واحدة، وده بيتنضف. في ناس بتقول لا هو سمك البحر مش لازم يتنضف، وده صغير ويجيلك صبر ازاي، بس الحقيقة انا اتعودت دايما ان اي نوع من انواع السمك بعمله لازم انضفه، ما بسيبش سمك كده ابدا، استحالة. حتى اللي بيتشوي كمان لو انا هشوي في البيت لازم يكون بطنه متنضفة. بدأت كده احشي البطن بتاع السمكة معايا، وزي ما انتوا شايفين هو اخد اللون السيمون بتاع الجمبري، لان لو يعني اللي عارف سمك المرجان بيبقى لونه اللون البينك شوية. تمام. قصة الصيادين هنا ايه بقى، ان بيبقى مثلا لكل منطقة كام صياد كده، بتبقى انتي معاكي تليفونهم، ولما بينزلوا الناس دي الفجر او طول الليل، ويجيبوا مثلا الكمية اللي بيصطادوها، وبيتصلوا بزباينهم وبناخدهم منها الحقيقة، وبيبقى تحفة ولا يعلى عليها. يا جماعة يعني لما تنفعوا الناس دي احسن كتير من ان انتوا تشتروا الحاجات دي من محلات السمك. الناس دي بتبقى على باب الله ومحتاجة، يعني احنا كلنا طبعا ربنا يجعلنا عون لبعض. تمام. معايا بقى التتبيلة بتاعة البتنجان. انا حطيت زيت على النار اهو يسخن. تمام. حطيت عليها معلقة فلفل احمر مهروس، وشوية خل كمان زيادة، وحطيت شوية ملح. اغسل بقى ايديا كده، عشان حسيت ان الشطة في الشطة والملح والحاجات دي بدأت تلسق، يعني توجعلي ايديا شوية. تمام. كده التتبيلة بتاعت البتنجان بتاعتي خلاص جاهزة، والزيت بتاعي سخن. هحط البتنجان فيه، وخلي بالك لما يكون معاكي فلفل حامي اوعي تقليه في الزيت الاول، يا تحطي له كمية زيت قليلة في طاسة لوحده وتحمريه فيها، لان الزيت اللي هتقلي فيه الحامي ده هيترمى خلاص، مش هينفع تستعمليه لحاجة تانية. البتنجان هحطه يتقلى، وبعدها هحط الزيت، لان انا مش هحتاج الزيت تاني في حاجة. والسمك طبعا هيبقى له زيت لوحده، مش هينفع احطه بعد الفلفل برضو. التتبيلة بقى بتاعت السمك، انا جبت معلقتين نشا، ومعلقتين 3 دقيق،
وشوية فيجيتار، ودي التتبيلة المميزة جدا بتاعتي لأي نوع من أنواع السمك، بتخلي طعمه وريحته حلوة قوي يا جماعة. جربيها بالطريقة دي هتعتمديها على طول ومش هتندمي أبدا. طبعا انتوا عارفين أي حاجة بتبقى واقعة قدامك ولا حاجة تمسحيها أول بأول، ومواعين الأكل اللي انتي بتحضريه لما بتتغسل أول بأول بتسهل عليكي الدنيا كلها. انا خلطت دلوقتي التتبيله بتاعتي اهو، زي ما قلت لكم عباره عن نشا، فيجيتار، دقيق. قلبتها كويس جدا، والفيجيتار عندي متبهر ومتبل عشان بستخدمه في الكريسبي. تمام، وقلبتها كويس جدا اهو. وادي الفلفل اتقلى والبتنجان اتقلى، اسيبهم بقى يبردوا شويه على ما اتبل السمك بتاعي. تمام، ومعايا اهو التتبيله بتاعه البتنجان جاهزه على جنب. هبدأ بس الاول اغلف السمك بالتتبيله اللي انا عملتها بالدقيق والفيجيتار دي. جربي ومش هتندمي، واللي يجرب السمك بالطريقه بتاعتي دي يقولي في الكومنتات طلع معاه ايه ورأيه فيه ايه. تمام، بايديكي كده طبعا بتغلفي سمكه سمكه. انا قلت بدل ما اوسخ حاجه تانية بقى عشان المواعين بتتكاثر عندنا، احط شويه على جنب كده، واللي يتعمل اللي يتبل بالدقيق احطه على جنب على ما الزيت يسخن. هضيف على طول في الزيت. السمك ده ما بياخدش وقت في الزيت خالص يا جماعة، حلو قوي. وانتوا بتقلوه كده تحسوا ان انتوا يعني عارفين ريحة الجمبري لما تبقى في البيت بالظبط، بيدي الريحة دي، بيبقى حلو جدا. بصوا بمسكهم كده وانفضهم بقى من الدقيق. وطبعا الزيت البوتاجاز كان اتبهدل مكان قلي البتنجان والفلفل. حطيته بقى يتقلى كده على مهله، ما بياخدش وقت زي ما قلت لكم، يمكن يا دوب 5-6 دقايق بالكتير. البتنجان عشان اتبله بحط شوية كده في قاع الطبق، وبعدين ابدأ اخد واحدة واحدة وافتحها من النص. وطبعا قبل ما يتقلى انتي بتبقي فاتحاه بالسكينة. انا الحقيقة نسيت افتحه، فبفتحه بعد ما يتقلى بايديا كده عادي جدا. تمام، وبدأت احط كده شوية من الحشوة بالمعلقة. وطبعا البتنجان ده يفضل عشان تعمليه ويديك الطعم الحلو المميز بتاع البتنجان المخلل، ومش سهل ان انتي تاكليه عند اي حد. لازم تسيبيه على الاقل في التتبيلة دي كده بتاع ساعة ولا حاجة، ياخد كده من الطعم بتاعها، بيبقى حلو قوي. بيبقى زي المسقعة كده، لما تبات تحبي تاكليها اكتر. تمام، غلفت كده واحدة واحدة اهو زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا اللي هيقولي بقى كده البتنجان حامي، بصوا يا جماعة ما ينفعش بتنجان مخلل يتعمل مش حامي، ده مخلل. يعني اللي حابب ياكله كده تمام، اللي مش حابب خلاص. عندي بقى قطع البتنجان الصغننة دي، كنا عملنا محشي بقى في الساعة اللي انتوا شايفينها دي. اما باجي اقور البتنجان بقطع الجزء اللي فوق شوية وبقليه برضو، فده استكفيت ان انا تبلته من بره بس وما حطيتش عليه من الحشو. والفلفل زينت بيه الطبق كده على الجناب بالطريقة دي، وحطيت عليها برضو شوية من الحشوة. وبكده طبق البتنجان التحفة اللي يفتح النفس ده بقى جاهز معايا اهو زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم احنا ممكن ناكله كده بعيش زي الفل، يعني فضل ونعمة من ربنا، حلو جدا وحاجة تفتح النفس. بصوا بقى السمك حاجة كده شياكة، كأني مقدمة بوكيه ورد. ايه رأيكم؟ بتنجان و... والسمك المقلي حطيته كده زينت بيه طبق الرز. لما تيجي تعملي حاجة لولادك، يعني أنا ولادي ملهمش تقل قوي على السمك بصراحة. لما تيجي تعملي لهم حاجة حاولي دايما تقدميها بمظهر جمالي ومظهر جميل. هتحسي ان هما فرقت معاهم، حتى لو مش هياكلوا منها كمية، بس على الأقل هيدوقوا منها ويبقوا يستفيدوا بالأكل اللي موجود. بألف هنا وشفا. أقولك بقى جربي بألف هنا للي هيجرب، وقوليلي رأيك ايه في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو بتاع النهاردة ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب وتدوسي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من ميسوس فاميلي أو عائلة ميسو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير. أترككم بقى في رعاية الله وأمنه، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.